ألقيت على عاتقه من خلال تحفيز أشبال الناخب الوطني روحيا، وهذا في ميكروفون الزميل كمال مهوي. والله هذا شرف لي كبير، والبلد الجزائر بلد 1.5 مليون من الشهداء، وإحنا جئنا إلى هنا من أجل مهمة وغاية نبيلة، ألا وهي تحفيز اللاعبين وتذكيرهم بروح المسؤولية اللي هم متحملينها على العاتق تاعهم، ونتمنى إن شاء الله باش يكونوا عند حسن الظن 40 مليون نسمة اللي راهم ينتظروا فيهم من الجزائريين. إن شاء الله يديروا يعني نتيجة مليحة ويشرفونا. كما أقر إمام المنتخب الوطني علي قيدون بأن وصوله إلى هذا المنصب كان بفضل علاقته الجيدة والوطيدة مع أبناء رئيس الفاظ محمد دراورة، والذي يصلي الجمعة بنفس المسجد. الحاج ربي عز وجل يسخروا لي، ما عندي حتى شيء بينه وبينه، إلا أنه هو يعني المحبة اللي والشعور والإحساس المتبادل بين الطرفين، وهذا راجع لولاده يعني اللي أنا كنت نعرفهم قبل ما نعرفه، عرفت أولاده وهم اللي وصلوني ليه، وكنت يعني الحمد لله. كما لم يتوانى الإمام علي قيدون في التأكيد على أن لاعبي الخضر، وعلى الرغم من أن غالبيتهم مقيمين في المهجر، إلى أنهم يتميزون بإيمان كبير على حد قوله، ما سيسهل عليه المأمورية. والله شيء شرف كتير كتير كتير. ما كنت أظن أنه يعني هم في الحقيقة يعني ليسوا مقيمين في الجزائر، ولكن يحبون الدين حبا جما، ومتشوقين وفرحانين، ويحبون الصلاة، ويحب كل الشعائر الدينية يحبوها بزاف بزاف، وهذا شيء شرف. تخوض تشكيلة المنتخب الوطني كرة القدم سهرة اليوم